للبيت رب يحميه أم للبيت باتريوت يحميه؟ صواريخ باتريوت الأمريكية تنتشر حول الحرم المكي. نعم يا سادة، ربما التريليونات التي شفطتها أمريكا أو آل البيت الأبيض من آل بيت النبي هي من أجل حماية الحرم المكي. انظر، صواريخ باتريوت تحيط بالحرم المكي. وأنا أتكلم هنا موضوعيا وعلميا. هل إذا جاء صاروخ ما بهذا الشكل على الحرم، هل ستكون قوة خفية تدافع عن الحرم، أم أنها الباتريوت الأمريكية آل البيت الأبيض يدافعون عن آل بيت النبي أم ماذا؟ في الحقيقة يا سادة، لا يوجد قوة خفية، ولا يوجد محور الكون، ولا يوجد أي شيء. إنها طقوس دينية عادية جدا. حتى الماء ليس مقدسا أو ليس مفيدا، بل ماء زمزم يسبب الفشل الكلوي وأمراض السرطانات. نعم، يحذر الأطباء من أن أغلب أمراض السرطانات واللي معهم أمراض السرطانات لا يشربون هذا الماء القلوي المضر للصحة والمسبب أيضا للفشل الكلوي بشكل كبير، وكذلك السرطانات. صواريخ باتريوت تحمي الحرم المكي، ربما تريليونات تذهب من أجل هذه الحماية. والبعض الآخر يقول أن هذه التريليونات التي تدفع للمملكة هي من أجل ضرب إيران بطريقة الوكالة أو اللامباشر. يعني لا تريد المملكة أو الخليج مثلا محاربة إيران بهذه الطريقة مباشرة، وإنما يعطون أمريكا أموال، وبالله مباشر تبدأ تختلق لإيران المشاكل، تقول لهم مثلا برنامج نووي وهكذا ويورانيوم ثم ممكن أمريكا أيضا تعطي الضوء لأصحاب العلم الأزرق نجمة داوود وتقول لهم اضربوهم على أساس نحن ما لنا خبر وهكذا. فحبيت أخبركم أنه العامة تقول للبيت رب يحميه، هذا نوماس أو أمل، لكن الحقيقة هي صواريخ باتريوت. نعم يا سادة، بالطبع. أي معبد أو أي معبد في العالم هو حجارة عادية، لا يوجد معبد تحميه قوة خارجية أو الإله أو الرب، مع احترامي للجميع للأمانة. للبيت باتريوت يحميه. نعم يا سادة، أنا أشوف الباتريوت هو الحامي لو تكلمنا موضوعيا. أما إذا أردنا أن نجامل فالمجاملات كثيرة. أشبعك من هذا الكلام. توقعت الشيء.